خد بريك صح، ازاي ترتاح من غير ما تضيع وقتك. فكرتها ان معظم الشباب لما يقول عايز اريح شوية البريك بيتحول ليوم كامل كسل، لكن الفيديو ده يعلم ازاي تريح وتستمتع بطريقة ذكية ومفيدة. اقول تاخد بريك نص ساعة، لقيت نفسي بعد 3 ساعات ولسه فاتح. هو احنا امتى البريك بقى عندنا كسل رسمي؟ بريك مش غلط، بالعكس ضروري، بس لو عرفنا ناخده بطريقة صحيحة هنرجع نكمل شغلنا بطاقة اعلى. يعني بدل ما تفضل 3 ساعات على الموبايل خد 20 دقيقة راحة فعلا تريح دماغك مش تتعبها. اعزف كورد بسيط على الجيتار، مشى في الأوضة، افتح الشباك. الراحة الصح خليك ترجع أقوى. أنا محتاج راحة، هفتح تيك توك شوية. خد بريك من الموبايل مش عليه، بس كده هزهق. جرب 10 دقايق قهوة ومزيكا هتشوف الفرق. جرب تعمل بريك صح النهاردة، خد 20 دقيقة بس بدون موبايل. اعمل حاجة تريحك، اعمل حاجة تريحك بجد، واكتب لي في الكومنت حسيت بإيه بعدها. مش لازم نشتغل 24 ساعة عشان ننجح، بس لازم نعرف امتى نرتاح وازاي. الراحة مش كسل، الكسل هو انك ما تعرفش ترتاح صح. ولو الفيديو ده شجعك وعجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب.